السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده نواعم الأفران أو قشطة الأفران بأسهل وأبسط طريقة. بجد طعمها هيعجبك جدا. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. أول خطوة معانا ودي خطوة مهمة جدا، إنك لازم تفعلي الخميرة، عشان الخميرة لو مش شغالة هتبوظ لك العجين كله. أول حاجة معايا نص كوباية من المية الدافية، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، عليهم 4 معالق كبار من السكر. هابدأ أقلبهم مع بعض كويس جدًا. عايزة أقول لِك كمان إن أنا حطيت هنا المَيّة دافية عشان الجو لسه كان فيه نسمة برد، لكن لو إحنا في الصيف هتحطيها بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هابدأ أقلبهم مع بعض زي ما أنتم شايفين كده لحد ما يندمجوا مع بعض. بعد كده هاغطيهم واسيبهم في مكان دافي لحد ما أتأكد إن الخميرة فعّالة وشغالة معايا. تعالوا بينا بقى نشوف بقية المكونات على ما الخميرة تتفاعل. أول حاجة معايا نص كيلو من الدقيق، يعني ما يعادل 4 أكواب بمج الشاي العادي. هبدأ أضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهقلبهم مع بعض كويس. وكمان هضيف معلقتين كبار من اللبن البودر. الخطوة دي اختياري، ممكن تستغني عنها، بس بجد اللبن البودر هيديكي طعم ولون حلو جدا لقشطة الأفران معانا. بعد كده هقلبه كويس جدا مع بقية المكونات الجافة. وبعد كده بقى معايا نص كوباية من المادة الدهنية. أنا هنا حاطة نص كوباية من السمنة الدافية، يا دوبك بس أنا فككتها ودفيتها على النار. بعد كده هبدأ أبس الدقيق كويس جدا بالسمنة زي ما انتم شايفين كده. الخطوة دي مهمة جدا وبتديكي طعم أحلى ونعومة أكتر كمان للقشطة معانا. لو مش متوافر عندِك سمنة، ممكن تضيفي زبدة أو ممكن تحطي ميكس ما بين الزبدة والسمنة، بس هي السمنة هتدّيكِ النعومة أكتر. بعد كده زي ما أنتم شايفين كده الدقيق أصبح معايا عامل زي الرملة المبلولة. بيكون خلاص كده أنا بسيته كويس جدًا. لازم تأكدي إنِّك بسيتيه كويس جدًا، كل المادة الدهنية غلّفت كل ذرات الدقيق معانا. بعد كده بقى هابدأ أضيف المكون اللي هينقل معانا قشطة الأفران في حتة تانية خالص، وهي معلقتين كبار من قشطة وش اللبن. بجد هينقل لِك القشطة في حتة تانية خالص. ولازم كده تكون القشطة زي ما أنتِ شايفاها معايا قشطة لينة، ما تكونش متجمدة. هابدأ أشرّب الدقيق كويس جدًا بمعلقتين القشطة زي ما أنتم شايفين معايا. بجد المعلقتين دول هيودّوا قشطة الأفران معانا في حتة تانية خالص، وهيدّوها طعم أحلى أكتر. هنا بقى بعد ما الخميرة اتفاعلت معايا زي ما أنتم شايفين كده وكوّنت طبقة فقاقيع على الهوا، كده أنا اتأكدت من نشاطها. هابدأ أضيفها معايا على الخليط وأبدأ أعجن بيها الخليط معايا. أنا عايزة أقول لِك كمان إن أنا عملت خطوة الخميرة دي مرتين، لإن في مرة منهم الخميرة ما اتفاعلتش معايا، فاضطريت أعيد الخطوة تاني. فلازم تتأكدي كويس جدًا من نشاط الخميرة عشان ما تضيّعيش مجهودِك على الفاضي أو المكونات بتاعتِك تبوظ. بعد كده زي ما أنتم شايفين كده بدأت أعجن، وكل ما العجينة تحتاج معايا مَيّة هابدأ أزوّدها بالتدريج لحد ما أوصل لعجينة طرية لينة، ما بتكونش فيها أي تلزيق، لإن طبعًا إحنا عندنا مادة دهنية كافية في العجينة ما تخلّيهاش تلزّق معاكِ. عايزة أقول لِك كمان إن ممكن تعجني بلبن لو أنتِ حابة، بس عشان أنا ضايفة لبن بودر خلاص فاستغنيت عن الخطوة دي. لكن أنتِ لو حابة تستغني عن اللبن البودر بعد كده تبدئي تعجني لبن عادي، ما فيش أي مشكلة. بعد ما العجينة اتلمّت معايا وخدت معايا كمان نُص كوباية من المَيّة الدافية ومعلقتين كبار. طبعًا كل نوع دقيق بيختلف من نوع للتاني، فأنتِ لازم تضيفي المَيّة بالتدريج لحد ما توصلي لعجينة طرية زي ما أنتِ شايفاه كده. أنا بقى هنا مش باخمّرها، أنا بس يا دوبك حطيتها على الرخامة زي ما أنتم شايفين كده وغطيتها بكيس وسِبتها حوالي 10 دقايق بس. وكمان لو الجو حَر ممكن تسيبيها 5 دقايق بالكتير، لكن أنا سِبتها هنا بس عشان الخميرة تمشي فيها بس مش أكتر. مش عاوزة أخمّرها تخمير كامل، أنا هاخمّرها مرّة واحدة بس. وزي ما أنتم شايفين كده خدتها وبدأت أقطّعها لكور صغيّرة. أنا حجم الكورة هنا كان صغيّر حوالي 25 جرام، لو أنتِ حابة تكبّري أو تقلّلي زي ما أنتِ عاوزة، بس الحجم ده كان مناسب جدًا. وعايزة أقول لِك إن العجينة دي ما بتاخدش عجن كتير، وطبعًا زي ما أنتم شايفين كده ولا تخمير. وكمان لإنها عجينة مختلفة عن بقية المعجنات التانية، بتكون العجينة ما بتكونش ناعمة زي ما بقية المعجنات، لإنها طبعًا بتبقى فيها مادة دهنية. بعد كده زي ما أنتم شايفين كده هابدأ أخلّص تقطيع العجينة معايا بنفس طريقة التشكيل لحد ما أخلّص الكمية معايا كلّها. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بعد ما خلّصت الكمية كلّها شايفين ما شاء الله نُص كيلو دقيق بيعمل قد إيه. بيعمل كمية كبيرة زي ما أنتم شايفين كده، طبعًا هتبقى أحلى وأوفر مليون مرّة من الأفران. بعد كده بقى معايا باكيت عجوة حوالي 400 جرام. حطيت عليه معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من السمسم المحمص. بعد كده بابدأ أدمجهم مع بعض كويس لحد ما العجوة معايا تبقى طرية زي ما أنتم شايفين معايا كده. ولا الخطوة دي مهمة جدًا عشان العجوة ما تنشفش معاكِ جوّه العجين. وطبعًا لو مش متوفر سمنة ممكن تضيفي زبدة ما فيش أي مشكلة. بعد كده بقى باخد العجوة معايا وأبدأ أكورها لكور صغيرة خالص على قد حجم القرصة معانا، زي ما أنتم شايفين معايا كده. وتبقى في حوالي حجم العجوة معايا بتبقى حوالي 5 جرام.
بعد كده بقى هابدأ التشكيل، وفي معايا طريقتين للتشكيل، أول طريقة معايا اللي أنا باخد القرصة وأحطها على وشها الناعم بيكون تحت، والوش كنا قافلين منه بيكون فوق، وبعد كده بابدأ أفردها زي ما أنتم شايفين كده وأركّز على الأطراف، بحيث إن الأطراف تكون أرفع من المنتصف. بعد كده باجيب العجوة معايا وأبدأ أبطّطها تبطيطة بسيطة وأحطها في القرصة وأبدأ ألِم الأطراف عليها زي ما أنتم شايفين كده، ولازم أقفّلها كويس جدًا، لازم أتأكد إنها مقفولة كويس جدًا عشان ما تفتحش منّي أثناء التخمير أو أثناء التسوية في الفرن. وأسويها وأدّيها تبطيطة بسيطة خالص وتبقى معايا بالشكل ده. وعايزة أقول لِك بما إن الجو مش برد أوي ومش حَر أوي، أنا على طول بدأت بأول واحدة أنا شكِّلتها، ما ريّحتش العجين هنا، لإن الجو ما كانش فيه نسمة برد جامدة أوي. فدايمًا لمّا يكون الجو حَر بتخلّصي تشكيل وتبدئي بأول واحدة أنتِ شكِّلتيها على طول، لكن لو في الشتا بتسيبيها حوالي 5 دقايق، 10 دقايق بالكتير لحد ما تبدأ تريّح معاكِ. زي ما أنتم شايفين كده طريقة التشكيل التانية، باجيب الكورة وأبدأ أفتحها فتحة بسيطة من المنتصف، وأبدأ آخد العجواية وأبططها تبطيطة بسيطة، وأبدأ أضيفها في المنتصف وأقفل عليها كويس جدًا زي ما أنتم شايفين كده. بعد كده في خطوة اختيارية لو أنتم حابين تضيفوا سمسم على وش القشطة، بابدأ معايا ربع كوباية من اللبن عليهم معلقة صغيرة من السكر، بابدأ أحط فيها القرصة معانا، وبعد كده بابدأ أضيفها على السمسم، بتبقى معايا بالشكل ده. وطبعًا دي خطوة اختيارية، أنا باوريكِ الطريقتين واختاري اللي أنتِ عاوزاه، وطبعًا طريقة التشكيل اختاري الطريقة الأسهل بالنسبة لِك، الطريقتين أسهل من بعض. بعد ما أخلّص تشكيلهم بابدأ أرصهم على صينية مش ممسوحة أي مادة دهنية، هي فيها مادة دهنية كفاية إن ما تخلّيهاش تلزق في الصينية معانا. وزي ما أنتم شايفين كده هنا بعد ما كانت عدّى أكتر من نُص ساعة وكانت خمرت معايا، وهنا سِبتها حوالي نُص ساعة عشان الجو برضه كان لسه في نسبة برد، فسِبتها نُص ساعة، لكن لو أنتِ في الصيف بتبقى من 10 دقايق ربع ساعة على حسب حرارة الجو معاكِ، بتبدأ تخمر لحد ما يتضاعف حجمها. بعد كده بادخّلها الفرن على الرف الأوسط بيكون على درجة حرارة 200 لحد ما تبدأ تاخد لون حلو من تحت، بتبدئي تولّعي الشواية على الخفيف لو حاسة إنها محتاجة تاخد لون من فوق، بس أنا عايزة أقول لِك إن هي خدت لون من فوق من غير ما أولّع الشواية. فأنتِ بس تحرّكي الصينية أو الصاج معاكِ كل شوية لحد ما ياخد لون حلو معاكِ. عايزة ما شاء الله أقول لكم إنها ريحتها جايبة آخر الشارع بجد، ويا سلام كمان لو أنتِ مستخدمة سمنة بلدي هتدّيكِ نتيجة أحلى وأطعم كمان. وعايزة أقول لِك إن معلقتين القشطة مودياهم في حتة تانية خالص، كل حاجة مدياها طعم أحلى بجد وغناوة أكتر من اللي أنتِ بتجيبيها من برّه بكتير. ناعمة نعومة مش طبيعية، طعمها بجد هيبهرِك، متأكدة إنِّك لو عملتيها مرّة في البيت استحالة تشتريها تاني، لإنِّك هتعمليها أحلى وأنضف وأوفر. وعايزة أقول لِك كمان إنِّك تقدري تنوّعي في الحشوات، يعني ممكن تعملي حشوة العجوة زي ما إحنا عاملين، أو ممكن تعمليها بملبن، أو ممكن كمان بجبنة، زي ما أنتِ حابة اللي أنتِ الحشوة اللي أنتِ حاباها أو بتفضّليها تقدري تعملي بيها. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير عشان توصل لأكبر عدد، ولو أول مرّة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.